كل سنه وانتم طيبين. شهر رمضان المبارك على الابواب، وطبعا كلنا قاعدين مستنيين الاعمال اللي هتنزل في شهر رمضان، وانا هنا النهارده هكون دليلك عشان اقول لك ازاي تقدر تشوف مسلسلات رمضان بكل اريحيه، ولكن هقول لك وهرشح لك من وجهه نظري الخاصه. وعشان المسلسلات السنه دي كتيره قوي بطريقه مبالغ فيها، فانا قسمت الموضوع لحلقات. حلقه هتكلم فيها عن المسلسلات ال 15 حلقه اللي طبعا بسببها لازم نشكر نتفليكس انها دخلت علينا ثقافه المسلسل القصير، وان المسلسل مش لازم يكون 30 حلقه فيهم مط ولت وعجل. وتاني حلقه هنعملها هنتكلم فيها عن المسلسلات الكبيره، ولكن عن اهم المسلسلات اللي لازم تتابعها في رمضان. وهعمل حلقه ثالثه هنتكلم فيها عن المسلسلات اللي ممكن تتابعها بعد رمضان. وطبعا كل الكلام ده من وجهه نظري انا الشخصيه، يعني عادي جدا ممكن تتفق معاه او تختلف معاه. معلش لو مقدمه طويله شويه، لكن سيزون رمضان محتاج مننا نبقى فايقين له ورايقين له. فمساء الفل عليكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف، ويلا بينا حالا نتكلم مع بعض عن سيزون رمضان وعن المسلسلات القصيره ال 15 حلقه. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. دراعه اليمين اسمه في الحلقه النهارده هنتكلم مع بعض عن المسلسلات ال 15 حلقه اللي تم الاعلان عنها لشهر رمضان، وانا هتكلم معاك النهارده بالاولويه بالنسبه لي. يعني هقول لك ايه بالنسبه لي لازم اشوفه الاول فيما اقل بعد كده. قبل ما نتكلم في اي تفاصيل تخص المسلسلات، اعمل لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها. حقيقه انا تعبت جدا في تحضير الحلقه دي. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده نخش على تفاصيل المسلسلات. اول مسلسل هبقى قاعد مستنيه في المسلسلات ال 15 حلقه وهو مسلسل بطن الحوت. متحمس جدا اشوف محمد فراج وباسم السمره في عمل واحد، اتنين من اكتر الممثلين اللي بحب تمثيلهم قوي. انا بعتبر الاثنين دول من اعظم الممثلين اللي موجودين على الساحه، عشان كده مسلسل بطن الحوت جه في الترتيب الاول لقائمه المسلسلات اللي انا هتابعها في رمضان. والمسلسل زي ما قلت من بطوله محمد فراج وباسم السمره، ومن تاليف واخراج احمد فوزي. واللي انا فهمته لحد دلوقتي من تصريحات محمد فراج ان هو هيلعب دور شخص متدين، ولكنه دايما بيقع في اخطاء ومشاكل كبيره وبيستخبى في عبايه الدين، وشغال مع اخوه في تجاره الفخار. واللي عرفته كمان ان محمد فراج بيعمل شخصيه معقده ومركبه، وانا متاكد ان محدش هيعمل الدور المركب والمعقد ده زي محمد فراج. تاني مسلسل معانا في القايمه مسلسل الرشيد، ومسلسل رشيد من بطولة النجم المتألق محمد ممدوح اللي انا برضو بحبه جدا. وبتدور القصة حوالين رشيد اللي بيتعرض لحادثة بتقلب حياته، وكمان بيتعرض لخيانة من واحد من اقرب اصدقائه، وبيتم اتهامه في قضية قتل لكنه بيعمل جاهدا عشان يطلع نفسه براء. ومن الحاجات اللي محمساني قوي ان اللي بيشاركوا البطولة هي ريهام عبد الغفور. وطبعا في نجوم واسماء كبيرة مشاركة في العمل، لكن محمد ممدوح او تايسون بالنسبة لي هو اهم حاجة موجودة في المسلسل. وثالث مسلسل معانا في قائمتنا من حيث الاهمية ومن حيث الحاجات اللي هتابعها هو مسلسل الكتيبة 101 او الاختيار 4. ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف. واللي خلاني احط المسلسل ده في القايمه ان انا سمعت ان هو هيبقى 20 حلقه، لكن بعد كده رجعت سمعت ان هو هيبقى 30. فلو هو 20 يبقى هو تمام في القايمه بتاعتنا وفي المركز الثالث، انما لو هو 30 فهيتحط في الحلقه اللي بعدها. وطبعا بتدور احداث المسلسل حوالين الكتيبه 101 وبطولات الجيش المصري والاحداث اللي حصلت في سيناء، ومعاهم مجموعه من النجوم زي فتحي عبد الوهاب واحمد صلاح حسني. وطبعا الاعمال الوطنيه دي بيكون ليها متابعين كبار جدا، لكن اكتر حاجه محمساني للعمل هو المخرج، لان انا شايف ان محمد سلامه مخرج متميز وعنده وجهه نظر وليه رؤيه مختلفه. وده اللي انا بتمناه، ان العمل ده ما يكونش شبه الاعمال اللي فاتت، لا يكون مختلف ويكون له وجهه نظر مختلفه تماما. رابع مسلسل معانا هو مسلسل تحت الوصيه بطوله منى زكي، وبيشاركها في البطوله نسرين امين ورشدي الشامي. ومنى زكي نشرت صوره من المسلسل على حسابها الشخصي فيسبوك، والصوره ظهرت خلالها منى زكي وهي لابسه الحجاب، وطبعا كان في تفاعل وتباين كبير قوي من تعليقات الناس. والحقيقه ان منى زكي ممثله تقيله جدا، وانا بستمتع قوي بتمثيلها وتجسيدها، فانا مستني المسلسل بفارغ الصبر. خامس مسلسل معانا هو مسلسل الامام الشافعي. خالد النبوي بيعمل دراما دينيه، بيقدم لنا سيره الامام الشافعي. هتيجي تقول لي يا عم انت مايكل وازاي هتتابع الاعمال الدينيه؟ اقول لك والله تابعت كل الاعمال الدينيه القديمه قبل كده، وبلاش تاخد الكلام في السكه دي. مش هقعد اقول لك بقى انا المسيحي مستني رمضان والجو ده. المهم ان المسلسل بيضم مجموعه كبيره قوي من نجوم من الوطن العربي مش من مصر بس، وطبعا ده بسبب اللكنه واللغه العربيه اللي اكيد هيحتاجوها في المسلسل. لكن طبعا وجود خالد النبوي هيكون حاجه كافيه جدا بالنسبه لي نتفرج على المسلسل، بس وجود واحد زي نضال الشافعي مخليني حاسس ان العمل هيبقى متميز جدا. والعمل من اخراج ليث حجه. سادس مسلسل قصير هكون متابعه في رمضان هو المسلسل المتميز الصفاره للنجم والفنان المتميز جدا احمد امين. الخمسه الاوائل دول كلهم دسمين، محتاج حاجه بقى تهدي اللعب كده وتضحكنا شويه، ولو هنضحك مش هنلاقي ابسط ولا اجمل ولا احسن من احمد امين. وبعدين ده كفايه ان معاه طه دسوقي ومحمد رضوان. كان في اخبار بتتقال ان الغندور او الدحيح هينضم للمسلسل، لكن بعد كده هو انسحب. واتخيل ان طه دسوقي ممكن ياخد الدور اللي كان هيعمله الدحيح، وانا حاسس ان طه دسوقي هيكون قد المسؤوليه وهيقدر يعمل اداء مميز جدا، لان حقيقي هو موهبه كبيره قوي. ومسلسل الصفاره مقتبس من روايه
روايه اجنبيه اسمها تاثير الفراشه، وبتدور احداثه حوالين احمد امين المرشد السياحي اللي بيسرق صفاره اثريه. الصفاره دي بتقدر تنقله من مكان للتاني، وطبعا هيحصل كوميديا كتير قوي من المواقف دي. احمد امين ممثل تقيل قوي، وده بان لنا في مسلسل جزيره غمام. الراجل اللي بيقدر يضحكك ويعمل ادوار كوميديه يجي يعمل دور جد ودراما كده، فانا لازم اسقف له واحييه، وحقيقي انا مستنيك جدا. سابع مسلسل معانا هو علاقه مشروعه لياسر جلال ومي عمر، والمسلسل هيكون بيدور في اطار اجتماعي مصري، وهيتكلم عن التغيرات اللي حصلت في المجتمع خلال الفتره اللي فاتت. طبعا ياسر جلال ممثل تقيل ومن الناس اللي انا بحبها جدا، والجميل في المسلسل ان المخرج بتاعه هو خالد مرعي. تامن مسلسل معانا هو الهرشه السابعه. بصراحه انا قعدت شويه افكر احط مين في المركز السابع ومين في المركز الثامن، لكن استقريت على الهرشه السابعه في المركز الثامن. بس كان مشجعني احطه في السابع هو امينه خليل ومحمد شاهين. بصراحه متخيل الاثنين هيعملوا ميكس لطيف وحلو جدا. المسلسل بيتكلم عن قصه حب بين اثنين بتنتهي بالزواج، لكن الملل والتعب والزهق بيتسلل لهذه العلاقه، والمسلسل بيناقش قضايا كتير قوي خاصه بالزواج، وكل ده في اطار اجتماعي كوميدي لايت. عشان كده انا كنت متحمس له قوي وبفكر احطه في المركز السابع. في المركز التاسع مذكرات زوج، بطوله طارق لطفي وخالد الصاوي. اخيرا طارق لطفي بيفكر يتجه للكوميدي، كان بقاله فتره كبيره قوي بيقدم تراجيدي فقط، لكن قناه CBC حطت البوستر الرسمي للمسلسل، والمسلسل متاخد من روايه بنفس الاسم للكاتب احمد بهجت، واللي بتدور في اطار اجتماعي كوميدي. انا بحب طارق لطفي جدا في التراجيدي، لكني مش متخيله خالص في الكوميدي، عشان كده حماستي قلت شويه للمسلسل وحطيته في المركز التاسع، خصوصا ان خالد الصاوي بقاله فتره ما بيبهرنيش. انا متعود منه ان هو دايما بيعمل اداء مميز ومبهر. يمكن اخر حاجه شفتها له مميزه شويه هي الباب الاخضر، بس ما علينا، يمكن كل كلامي ده غلط ويطلع مسلسل جامد جدا. ده اللي هنشوفه في رمضان باذن الله. المركز العاشر مسلسل عوده البارون بطوله مصطفى فهمي. في الاول بصراحه انا ما كنتش متحمس خالص للمسلسل ولا كنت ناوي اشوفه اصلا، لكن لما اتفرجت على الاعلان لقيت ان التصوير شكله حلو وشيك جدا، ولما قريت عن المسلسل عرفت ان البارون ده راجل ستيني هيرجع مصر عشان يعمل شويه اكشن ومغامرات. فبصراحه قلت انا مش هحكم على الكتاب من غلافه وهتفرج على اول حلقتين ثلاثه، لقيته جامد وحلو هكمل المسلسل، لقيته مش عاجبني هنقله قائمه بعد رمضان. وانت كمان حاول تشوف الاعلان وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وفي المركز ال11 كشف مستعجل او ساعه الصفر من بطوله مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوته، والمفروض المسلسل ده كان يبقى بطوله كريم فهمي وتوته، لكن كريم فهمي اعتذر عن المسلسل فجابوا مصطفى خاطر، وتقريبا هم غيروا اسمه من كشف مستعجل لساعه الصفر. وطبعا مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توته من الاثنين الكوميديانات اللي دمهم خفيف جدا، بس مش هيبقى عندي اي مشكله خالص لو شفت الحلقه متاخر او تاني يوم او تالت يوم، عادي ممكن اشوفها في اي وقت بعدين. وده اللي خلاني احط المسلسل في المركز ال11. في المركز ال12 مسلسل صراع الفصول لدنيا سمير غانم، وبيشاركها البطوله محمد سلام وهلا فاخر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ومهاني السيد وسيد رجب، والمسلسل من اخراج اسلام خيري. وبتدور احداث المسلسل في 3 حقب زمنيه مختلفه، يعني هو المسلسل اصلا 15 حلقه، هتلاقي كل 5 حلقات حقبه زمنيه لوحدها، وكل حقبه ليها ملابسها وليها شخصيتها وليها ادائها وليها تمثيلها وليها ديكورها. فهل يا ترى التجربه دي هتبقى حلوه وناجحه ولا لا؟ ده اللي هنشوفه. ويمكن فكره تقسيم المسلسل ل3 مسلسلات صغيرين قللت حماسي شويه، لكن كلنا عارفين ان دنيا سمير غانم ليها حلاوتها وليها طلتها قدام الشاشه، وده اللي مشجعني اتابع المسلسل واحطه وسط القايمه رغم زحمه المسلسلات. المسلسل رقم 13 في القايمه بتاعتنا هو مسلسل كامل العدد. المسلسل من بطوله دينا الشربيني ومعاها كوكبه كبيره جدا من النجوم، وبتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، ومن خلال قصه حب بتقع فيها دينا الشربيني اللي عامله دور شخصيه مطلقه وشريف سلامه، لكن في بدايه التعارف بيكون في مشاكل بين الاثنين، لكن زي ما احنا عارفين طبعا مكتوب على ورق الحلاوه ما محبه الا بعد عداوه. ومنصه شاهد نزلت البوستر الرسمي للعمل وقالت ان هو اكيد هيتعرض في رمضان 23، وبكده مسلسل كامل العدد بتاع دينا الشربيني هيكون اخر مسلسل معانا في القايمه بتاعتي المكونه من 13 مسلسل. انا مش عارف اجيب وقت منين اتابع كل ده، انا عايز اخد اجازه اقعد قدام التلفزيون بس، وحتى لو عملت كده 13 حلقه في نص ساعه ب7 ساعات، ولو تخيلنا مع بعض ان 13 مسلسل في نص ساعه هيدونا 6 ساعات ونص، يعني انا مطالب مني اقعد بس 6 ساعات ونص قدام التلفزيون عشان اشوف المسلسلات الصغيره. انا حقيقي مش فاهم انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ مسانه كبيره، والتجربه اثبتت ان في مسلسلات بتطلع في نص السيزون وبتنجح وبتكسر الدنيا. انا عايز اقول لكم ان لسه في قايمه هتكلم عنها بتاعت المسلسلات ال 30 حلقه، 6 ساعات ونص هنا وهاخد لي هناك كمان 6 ساعات، 12 ساعه قدام التلفزيون، مش معقوله. لا يا جماعه انا عايز اغير الكارير ده، مش هينفع الكلام ده، او هعتزل بعد كده في رمضان، مش عارف اعمل ايه. المشكله ان الواحد بيحب يقيم لما هو يشوف، ما بيعتمدش على وجهه نظر حد، لازم انا اشوف بعينيا لان بيبقى ليا رؤيه مختلفه او رؤيه انا ببقى مقتنع بيها. انا مش هينفع اطلع اكلمك وانا ما شفتش العمل، لكن هتفرج على كل دول ازاي؟ عموما انا هحاول، واللي هعرف اشوفه هشوفه، واللي مش هعرف هيبقى بعد رمضان وهنتناقش براحتنا. احنا ورانا ايه؟ القناه بتاعتنا، وانتوا ما تزعلوش مني، اكيد هتقدروا انه غصب عني. ولو في عمل معين انت عايزني اتابعه في رمضان اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان ابتدي احطه في الليسته بدري لان الموضوع شكله صعب جدا السنه دي. وبس يا سيدي لحد هنا اكون خلصت الليسته بتاعت المسلسلات المكونه من 15 حلقه خلال شهر رمضان. لسه بقى الليسته الكبيره، والليسته دي هتتقسم نصين،
نصين، نص هنشوفه في رمضان ونص بعد رمضان. مش معنى كده ان في مسلسل حلو ومسلسل وحش، لا، في مسلسل لازم يتشاف في الوقت ده لان كل الناس تبقى بتشوفه فلازم نشوفه معاهم. في مسلسلات محتاجه تتشاف برواقه، ممكن يكون اللي هيتشاف برواقه ده بالنسبه لي احسن واجمل بكتير من اللي شافه في رمضان. انا لسه مش عارف، انا مش بحكم، انا بقول لك تخيلي. استاذنك بما انك وصلت لحد اللحظه دي في الفيديو، اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، لان فعلا انا تعبت جدا في تحضير الحلقه دي. ومش الحلقه دي بس، على فكره اي حلقه بعملها بتعب فيها جدا، فساعدني لان انا مش هكبر غير بيك انت.